لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أنهى ليفربول استعداداته لمواجهة روما بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الثلاثاء في معقله أنفيلد. لاعبو يورجن كلوب الذين يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي أجروا ميرانهم الأخيرة مع تسجيل عودة كل من ناثانيال كلاين وجو غوميز لتعزيز الخط الخلفي في ظل تواصل غياب جويل ماتيب وإمريتشان وآدم لالانا. هذا وشد يورجن كلوب مدرب ليفربول بمستوى منافسه فريق نادي روما. وقال كلوب إن مواجهة نادي العاصمة الإيطالية ستكون مميزة ومثيرة. أنا أتفهم أن الجميع يعتقدون أن نصف النهائي هذا كان يجب أن يكون بين مانشستر سيتي وبرشلونة، ولكن نجح روما ونجحنا نحن في التأهل ونستحق ذلك. هذه حقيقة، وأعتقد أنها مباراة عادية ولكن تبدو مميزة لأنك دائما تعرف وتدرس الفريق أكثر، وأيضا يكون اهتمامك أكبر عندما تتابع موسم روما. بكل تأكيد كان رائعا وهو يعرف روما جيدا. إذا يجب علينا أن نشيد بالعاملين واللاعبين في نادي روما لأنهم كلهم جزء من تطور محمد صلاح. بكل تأكيد هي مباراة جيدة، والشيء الجيد في كرة القدم أن الكرة الإنجليزية والكرة الإيطالية مشهورتان. قبل وصوله إلى ليفربول أجرى روما تدريباته الرئيسية استعدادا لمواجهة الذهاب أمام الفريق الإنجليزي دائما ضمن نصف نهائي دوري الأبطال. أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما استدعى كل اللاعبين باستثناء المصابين غريغوري دافاريل وريك كارتسوب، وهو يعول على نجمه إيدن جيكو في خطف هدف مبكر يربك به حسابات المنافس ليفربول صاحب الضيافة. فور انتهاء التدريبات غادرت بعثة روما في طريقها إلى مدينة ليفربول حيث حطت رحالها في انتظار المواجهة المرتقبة. وفي المؤتمر الصحفي عشية المباراة أكد أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما أنه سيلعب بفكره كما فعل مع برشلونة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يدرك تماما اختلاف ملاعب الكرة الإنجليزية عن نظيرتها في إيطاليا. جمال الاستادات الإنجليزية يعطيك إيحاء لما ستكون عليه الأجواء. ربما نحن لسنا معتادون على أن نرى المشجعين خلفنا مباشرة، وهذا شيء جميل في كرة القدم الإنجليزية. بداية ليفربول غدا سيلعب في عقر داره وفي ملعبه، وكما قال كولاروف روما عليه أن يلعب كفريق، وعلينا أن نلعب كفريق وأن نقدم ما قدمناه أمام برشلونة، ولكننا نعرف جيدا بأننا سنواجه فريقا مختلفا عن برشلونة على مستوى النسق ومستوى الكثافة، وعلينا أن نكون جيدين في هذا الجانب.
نتحدث مشاهدينا عن هذه القمة المرتقبة في نصف نهائي دوري الأبطال ما بين ليفربول وضيفه روما. ينضم إلينا في الاستوديو ضيفنا الكريم ضيف الحصاد كابتن محمد حمادة محلل بقنوات بي إن سبورتس. أهلا وسهلا فيك تحياتي مرحبا. مساء أكيد الأبطال ضمن هذه السهرة الاستثنائية المنتظرة، خاصة يعني هناك خصوصية كابتن محمد لهذا اللقاء تحديدا من بعد ثورة ليفربول أمام السيتي، رومونتادا روما أمام برشلونة، عوامل تصنع المتعة والترقب لهذا اللقاء. الأفضلية الفنية بينهما كيف تراها؟ لا يمكن أن يطرح هذا السؤال بعد اليوم، لأنه بالفعل عودتنا دائما مباراة كرة قدم أن تكون حبلة بالمفاجآت، ولكن هذا الكم من المفاجآت الذي يسجل في الفترة الحالية بالفعل يصبح دائما هناك سؤال بالنسبة إلى أصعب سؤال يعني بين شخصين، أنه من سيفوز بالمباراة. السؤال الأصعب من ذلك، من الذي حقق الخبط الأكبر في الدور ربع النهائي؟ هل هو روما تحديدا أم ليفربول؟ عموما بالنسبة للشق الفني واضح بعد هذا الكم الكبير من المباريات الذي نشاهده في الدوري الإيطالي أو في الدوري الإنجليزي وفي دوري الأبطال، كيف يلعب كل من الطرفين الأوراق واضحة جدا. ثبت في تشكيلة ليفربول إلى درجة كبيرة جدا التي تتفوق بشكل لم يكن يتوقع أحد ذهابا وإيابا على مانشستر سيتي، بوجود كاريوس في حراسة المرمى، وخط رباعي تقريبا معروف إلى درجة كبيرة جدا، ألكسندر أرنولد مع لوفرين مع فان دايك بالإضافة إلى روبرتسون، ثلاثي في خط الوسط تقريبا شبه ثابت من تشامبرلين بالإضافة إلى هاندرسون وميلنر وأحيانا فينالدوم، بالإضافة إلى الثلاثي المرعب الأفضل على الإطلاق في الدوري الأوروبي في الوقت الحاضر هو ثلاثي محمد صلاح بالإضافة إلى فيرمينيو بالإضافة إلى ماني. 33 هدف، هذا رقم غير مسبوق لفريق إنجليزي. هذه عوامل فنية يمكن الحديث عنها، هناك أرقام يعني على صعيد كلا الفريقين. الآن التشكيلة ثابتة تقريبا على درجة كبيرة جدا. في الشق الآخر بالنسبة إلى روما، هنا بالنسبة إلى روما بالفعل هنا يعني لا أقول أنه روما بلغ القمة في عدد الأهداف 15 هدف مقابل 33، ولكن تغيير في نمط اللعب من مباراة الذهاب إلى مباراة الإياب جعلت من روما هناك نجم أول في الفريق ألا وهو المدرب أوزيبيو تحديدا دي فرانشيسكو. لذا أقول أن الأوراق مكشوفة فنيا لمن تكون الغلبة، هذا الأمر آخر موضوع آخر كابتن. ولكن لو نظرنا إلى سجل الفريقين في هذه البطولة وكيف وصل إلى هذه المرحلة، يعني ربما يرى البعض أن ليفربول لم يختبر اختبارا حقيقيا سوى في مباراة السيتي، وفيها حدثت ظروف كثيرة ساعدت ليفربول ربما، لكن بالنسبة لروما غير مباراة برشلونة التي يعني أحدث فيها المعجزة، تغلب على شختار في المجموعة، تفوق على فريقين كبيرين وهما تشيلسي وأتلتيكو مدريد، وهذا يؤشر على أن الفريق ليس صدفة في هذا الموقع. هل برأيك هذا يرجح ربما كفة روما على ليفربول؟ أبدا لا يمكن على الإطلاق أرجح. أنا بالنسبة لي شخصيا من وجهة نظر عاطفية يمكن ترجح هذا الطرف على ذلك، ولكن ما الذي يقول على أنه دائما الخصوم روما سيكونون في مستوى برشلونة في مباراتي الذهاب والإياب، يتفوق ب4 أهداف مقابل هدف واحد. مش فقط ما الذي حدث لروما كيف تعملق في تلك المباراة بقدر ما الذي جعل برشلونة يتقزم في تلك المباراة. وبالتالي أقول لا شك على أنه روما تفوق على ذاته عندما تحل في مجموعته في دور المجموعات على حساب تشيلسي وأتلتيكو مدريد، وأيضا لا أقول أنه شختار عملاق كبير، ولكن أيضا تفوق على ذاته في مباراتي برشلونة. الآن عندما نتناول بالنسبة إلى ليفربول تحديدا، صحيح على أنه مجموعته سهلة، ولكن أن تتفوق على هذا العملاق الذي اسمه مانشستر سيتي يهزمك 5-0 في مباراة الذهاب في الدوري، ومن ثم تنتقم ب4-3 على ملعبك يعني بصعوبة كبيرة جدا، ولكن أن تهزمه في دوري الأبطال ذهابا وإيابا. الآن الشق الآخر، إذا ما كانت هناك مواجهات قوية جدا لروما في دوري الأبطال، تشيلسي بالإضافة إلى أتلتيكو بالإضافة إلى، ولكن بالنسبة إلى ليفربول يخوض تقريبا كل أسبوع مباراة قمة، لأنه الكم الكبير من الفرق القوية في الدوري الإنجليزي بالفعل حالة غير مسبوقة في أي مسابقة أوروبية أخرى، من مانشستر سيتي إلى تشيلسي إلى أرسنال إلى مانشستر يونايتد. لا بالفعل يعني من الصعب أن أرجح كفة فريق على آخر. الأوراق مكشوفة
ويبقى من الجزئيات. دائما نقول هناك جزئيات تماماً. يمكن أن ترجح كفة والتركيز والحضور خلال اللقاء والذهنيات والتكتيك على كل. هناك أيضا كابتن محمد ومع الجماهير يعني مواجهة داخل المواجهة، لأن مباراة ليفربول وروما ستحمل في طياتها مواجهة بين مدربين تألقا بشكل لافت في هذه النسخة. الحديث عن يورجن كلوب وأوزيبيو دي فرانشيسكو. المدرب الألماني كلوب يريد إعادة أمجاد الريدز، فيما يسعى نظيره الإيطالي لمواصلة المغامرة الأوروبية مع الذئاب.